مين فينا ما كانش بيغني الاغنيه دي وهو صغير وهو ماسك الفانوس وعمال يلف ومبسوط بيه؟ من اهم معالم رمضان كل سنه هو اننا نشتري فوانيس. فوانيس بقى نزين بيها عمارتنا، فوانيس نزين بيها شوارعنا، فوانيس نديها للاطفال عشان يلعبوا مع اصحابهم وقرايبهم. ومهما اتغيرت اشكال والوان الفوانيس هو هيفضل حاجه اساسيه مع رمضان كل سنه. تعالى بقى نشوف ايه حكايه الفانوس دي وجه منين اصلا وايه سر ارتباطه برمضان. يلا بينا. خلينا كده متفقين من الاول ان استخدام الفانوس ملوش اي علاقه بشعائر دينيه. القصه كلها بدات يوم 5 رمضان سنه 358 هجريه. كان ساعتها الخليفه الفاطمي المعز لدين الله كان داخل مصر من ناحيه الغرب، واهل مصر كلهم طلعوا في احتفالات ومواكب علشان يستقبلوه. وقفوا على اطراف الصحراء الغربيه من ناحيه الجيزه، بس المشكله ان الخليفه كان هيوصل بالليل. فالمصريين عملوا ايه ساعتها؟ جابوا مشاعل وفوانيس ونوروا بيها الطريق كله عشان يستقبلوه بيها. ومن ساعتها طلعت عادة التزم بيها المصريين كلهم، هم انهم ينوروا الشوارع بالفوانيس طول شهر رمضان. وفي حكاية تانية غريبة بتقولك ان اصلا الفانوس ظهر في عصر الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله، اللي كان مانع ان الستات تخرج بالليل لأي ظرف من الظروف ما عدا في شهر رمضان عشان يصلوا وعلشان يزوروا اهلهم. وشرط ان عشان اي ست تخرج بالليل في رمضان يكون معاها طفل ماسك فانوس. اول حاجه علشان ينور لها طريقها، تاني حاجه عشان تكون علامه لاي حد معدي في الشارع ان يعرف ان في ست معديه في الشارع ده فيغض بصره وهي تقدر تتحرك براحتها. وحكايه تانيه كمان بتقولك ان الناس في العصر الفاطمي كانوا بيهتموا قوي بالاحتفالات والاعياد وبيتفننوا كده ازاي يحضروا لها. وطبعا كان شهر رمضان هو مناسبه عظيمه بالنسبه لهم، فكانوا بيخرجوا ينظفوا الشوارع والمساجد احتفالا بقدوم شهر رمضان. ومن ضمن الاستعدادات دي ان هم كانوا بيستخدموا الفوانيس عشان ينور لهم الشوارع والمساجد اللي هم كانوا بينظفوها. الفانوس اتحول من مجرد ان هو اداه للاضاءه لان هو بقى موروث شعبي ما نقدرش نحس برمضان من غيره. افتكر كده اخر مره شفت فيها رمضان من غير فوانيس. الفانوس نفسه بقى مرتبط برمضان وبقى موجود في كل بيت. ده حتى في العصر الفاطمي الفانوس نفسه اتحول لاداه للترفيه وبقى مع كل الاطفال اللي بقوا يمشوا بيه في الشوارع بالليل وبيخبطوا على ابواب البيوت علشان يطالبوا بيهم بحلويات وحاجات كده اللي اخترعها الفاطميين ساعتها. الفانوس اتطور مع الوقت وبقى حاجه اساسيه الاهل بيهادوا بيها الاطفال بالذات مع دخول شهر رمضان علشان يفرحوهم ويحسسوهم باجواء رمضان. تعالوا بقى احكي لكم بسرعه عن صناعه الفانوس في مصر. القاهرة من أهم وأشهر المناطق اللي معروفة بصناعة الفوانيس، وفي بقى مناطق معينة متخصصة في صناعة الفوانيس دي، زي مثلا منطقة تحت الربع القريبة من الأزهر، وفي كمان الغورية وبركة الفيل اللي في السيدة زينب. ولو أنت رحت زرت أي منطقة من المناطق دي هتنبهر من اللي هتشوف بقى أشهر الورش اللي بتصنع الفوانيس، وإزاي الصناعة دي اتورثت جيل بعد جيل، وإزاي الصناعة دي نفسها اتطورت من مجرد إن الفانوس كان عبارة عن حتة صفيح وجواه شمعة، لان احنا بدانا ندخل فيه عناصر جديده زي مثلا الازاز، وبدانا نعمل جوه الازاز ده فتحات عشان الشمعه اللي جواه ما تطفيش، والازاز ده كمان اتطور وبقى عليه نقوش ورسومات تليق بمظهر رمضان. وعلى فكره الموضوع ده ما كانش سهل خالص لان الفوانيس كانت بتتصنع يدويا وكان محتاج مهاره كبيره جدا علشان يبتدوا ان هم يصنعوا الفوانيس اصلا. وفي فوانيس بقى كانت معقده شويه، يعني مثلا كان عندنا فانوس اسمه البرلمان، وده اتسمى علشان شبه فانوس كان فعلا متعلق في البرلمان المصري في الثلاثينات. وفي فانوس تاني اسمه فاروق، وده اتسمى على اسم ملك مصر اللي هو طبعا الملك فاروق، والفانوس ده اتصمم مخصوص لاحتفال القصر الملكي بعيد ميلاده، ويومها اشتروا اكتر من 500 فانوس علشان يزينوا بيهم القصر. والفوانيس بقى اتطورت وبقى في منها الفوانيس اللي بتشتغل بالكهرباء والفوانيس اللي بتشتغل بالبطاريه، والفوانيس نفسها بقت مصنوعه من البلاستيك وبقى في منها اشكال كتيره والوان اكتر. وبدا كمان يظهر الفوانيس اللي بتغني وبتنور بالوان كتيره. وطبعا الصين ما سكتتش، بدات هي كمان تصنع الفانوس وتصدره لمصر وانتشر بشكل كبير جدا لدرجه ان بقى في حاجات كتيره جدا ملهاش اي علاقه برمضان بس مجرد ان هي بتغني اغاني رمضانيه وبتتباع تحت مسمى الفانوس. الفانوس هيفضل رمز من رموز رمضان في عقولنا لان احنا ده اللي اتربينا عليه وده اللي حبيناه، وهنفضل نفرح بالفوانيس زي العيال الصغيره كل ما بنشوفها لان ده بيفكرنا بذكرياتنا الجميله وايام رمضان الحلوه اللي كلنا بنحبها. بس كده ما تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده، وقول لي تحت في الكومنتس مين اللي انت بتجيب له فانوس كل سنه ومتعود مفيش سنه تعدي غير وانت جايب له الفانوس ده. وبما اننا كلنا بنحب ايام رمضان زمان، ما تنساش بقى تشوف الفيديو اللي هنا اللي بيتكلم عن اللمه والاهل والصحاب وقد ايه ان انت محتاج تزور اهلك واصحابك في رمضان وبعد رمضان كمان. وما تنساش بقى تاخد معاك الفانوس وانت رايح. سلام.